اللهم دبر لي تربية ذريتي إن لم أحسن التدبير، واجبر ما وقع مني في سابق حياتهم من تقصير، وافتح لهم في حياتهم كل باب مغلق، إنك على كل شيء قدير. اللهم قر عيني يا لطيف بهدايتهم، وطمئن قلبي بشفائهم. اللهم وارزقهم الصحبة الصالحة، واحفظهم من النفوس الجامحة، وافتح عليهم يا رب فتحا مبينا في العلم، وزين أخلاقهم يا ربنا بالسكينة والحلم، وأعني أن أعرفهم عليك، ولا تقبضني يا مولاي حتى أدلهم على الطريق الموصل إليك. واحفظهم يا سيدي بعينك التي لا تنام أيام حياتي، وتولى أمرهم بعطائك الذي لا ينقطع بعد مماتي. يا صباح الورد والفل والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ربنا يجعل في يومكم الخير والسعادة والبركة والزيادة، ويرزقكم بكل ما بتتمنوا عاجل غير آجل، اللهم امين. ربنا يرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. فيديو جديد كله نشاط وحيوية وطاقة ايجابية. تابعيني لاخر الفيديو تستفيدي منه وتشجعي ان شاء الله. ولو اول مره بتشوفيني، انا ام يزيد، يسعدني جدا جدا اشتراكك معايا. ولو انت جديده يا ريت تكتبي لي في التعليقات علشان ارحب بيكي. ولو انت دايما بتكتبي لي تعليق حلو، حابه اشكرك جدا جدا، وخصوصا على دعائكم الحلو ليا. بجد بيسعدني جدا جدا لما بشوف دعاء كده حلو ليا. يا رب ولكم بالمثل وزياده. ولو انتي متابعيني وعمرك ما كتبتيلي تعليق، تشجعي بقى كده واكتبي لي تعليق حلو كده زيك، يفرحني كده ويدخل الصورة على قلبي. ربنا يسعد قلبك. يلا بقى نخش في الفيديو النهاردة. وقبل ما نبدأ روتين يومنا، نستعين بالله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. حاسه كده ان الجو اليومين دول مليان خمول وكسل بشكل غير طبيعي، صح ولا غلط؟ لو بقى عندك كسل ولو عندك كده خمول في بيتك ومش قادره بقى تقومي تعملي، يبقى كلام النهارده في الفيديو ان شاء الله ليكي. مبدئيا كده، انتي اول ما تصحي من النوم لازم تستعيني بالله في كل حاجه بتعمليها. تمام؟ قلنا الكلام ده انا عارفه في فيديوهات كتير، بس بجد الاستعانة بالله في كل حاجة هي دي اللي بتعين الواحد على انه يشتغل في بيته. تمام؟ في بقى كده حاجة نفسي قوي افكركم بيها. انا عارفة ان كلنا تقريبا عارفينها، بس ممكن تكون ساهية عنك او مش فاكراها، فحبيت كده اذكر نفسي واذكركم بيها، يمكن تكون سبب فعلا ان انت تقدري تعملي شغل بيتك. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبنته ستنا فاطمة، لما تعبت من شغل البيت وراحت قالت له ان هي محتاجة خادم يساعدها على شغل البيت. فسيدنا محمد رد عليها وقال لها انا هقولك على حاجة افضل عندك من الخادم. وقت النوم تسبحين ربنا 33 مرة، وتحمدي ربنا 33 مرة، وتكبري ربنا 34 مرة. يعني تقولي سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34 مرة. وبعد ما سيدنا فاطمة جربت الموضوع ده، وكانت بتقول ان هي ما لقيتش تعب في شغل البيت، وكانت بترتاح جدا لما بتعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. فايه رأيكم نعمل احنا كمان؟ يعني الموضوع كله مش هياخد معانا اقل من 5 دقايق. قبل ما تنامي كده وانت خلاص على السرير، قولي سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 و33 و34. يمكن ده يكون سبب فعلا ان احنا نقدر نقوم نعمل كده شغل بيتنا ونريح نفسنا كده. وبعدين دي حاجة حلوة جدا، دي هتتكتب في الصحيفة بتاعتك يوم القيامة ان انتي بتذكري الله كتير. فالموضوع ده حلو جدا، انا قلت افكركم بيه وافكر كمان نفسي بيه، لان انا اليومين دول برضو عندي كده خمول وكسل، مش قادرة اعمل حاجة. فقلت بقى لو اي واحدة كده عندها برضو الموضوع ده، تعالوا نجرب الموضوع ده ان شاء الله يكون كده فرج لينا وتغيير كده لحياتنا، نتعود عليها، تبقى حاجة حلوة اكيد جدا ان شاء الله. الفيديو جرى معايا وانا ما لحقتش اقول لكم انا بعمل ايه. انا بقى دخلت على الريسبشن كده، احنا كنا هنا بالليل بعد الغدا، بعد ما اتغدينا
وخلاص. كنا هنا الساعة مثلا 9 10 يعني في الحدود دي كده بالليل. قلت بقى ايه ربنا يهديني كده واقوم بقى اعمل الريسبشن. بصراحة بقى لي فترة طويلة قوي ما عملتوش، فقلت بقى ايه هو زمانه مليان تراب، قلت بقى اقوم كده ايه اروق عليه شويه. هو انا بصراحه ما نضفتوش النظافه اللي انا بحب انضفها، اللي هي رغاوي بقى وصابون وبالمكنسه واكنس الارضيه وكده، بس يعني على قد ما قدرت كده عملته. وبعدين ان شاء الله الايام اللي جايه بقى ان شاء الله هنبتدي برضو بقى في غسيل السجاد وتنظيفات جامده وقويه جدا ان شاء الله. بس مش دلوقتي، يعني مثلا ايه قرب العيد كده ولا حاجه ان شاء الله ايه نعمل تنظيفات قبل ال10 ايام، لان احنا هنكون ان شاء الله صايمين فيهم. فانا بحب قوي اعمل تنظيفات كده عميقه قبل ال10 ايام عشان ما اكونش بقى صايمه. والصيام دلوقتي المغرب بقى جدا متاخر، فعشان ما نتعبش نحاول ان احنا نعمل كل حاجه، بس ان شاء الله قبل ال10 ايام بتوع ذو الحجه. انا مسكت كده الريسبشن بقى، شلت السجاد الاول عملته بالمكنسه الكهربائيه عشان الوقت كمان متاخر، فمش هينفع ان انا اشيل السجاد وانفضه بالمنفضه كالعاده. يعني انا بحب قوي انفضه بالمنفضه، بس احنا طبعا كنا بالليل فجبت المكنسه الكهربائيه وشفطت السجاد كله ونفضته كده، اديته دبتين كده على السيراميك. وبعدين مسكت السيراميك كله نضفته وخليته كده ايه زي الفل. ونفضت بقى الصالون، وشلت كمان المفرش بتاع السفره بقى له فتره طويله من العيد وانا حطاه، فقلت بقى اغيره كده عشان هو كمان فاتح فبيتبهدل بسرعه. حطيته بقى كده ايه في شويه ميه وكلوروكس الوان وشويه رابسو، وحطيت كمان مفرش الترابيزه. وقلت بقى ايه تنقعوا كده لغايه شويه كده، وقوم جايه ايه غسلاهم تمام كده. وقمت جايه بقى ماسكه بقى الدنيا كده بالموب، غسلتها مسحتها، حطيت في الموب شويه كلوروكس الوان، وحطيت فيه كمان ديتول بالليمون، ادى بقى ريحه حلوه جدا. وشلت برضو السفرة مسحت تحتها حلو جدا، وشلت بقى الكراسي والكنبة والحاجات دي مسحت تحتهم حلو جدا. فرشت مفرش بقى جديد كده على السفرة، مش جديد جديد يعني جديد نضيف، يعني اقصد مفرش نضيف تمام بقى. وهبخر بقى الدنيا. انا عندي المبخره دي كانت جايه لي هديه من اختي حبيبه قلبي، ربنا يبارك لي فيها يا رب، واول مره دلوقتي استخدمها. فانا حطيت فيها من تحت ورق فويل، لان انا كنت خايفه البخور عشان فيه نار يلسع الخشب بتاعها، خصوصا ان الخشب بتاعها ضعيف، فكنت خايفه، فحطيت ورق فويل كده من تحت وايه. وهي حلوه جدا بصراحه، طلعت البخور بقى من الفتحات بتاعتها كده، هي مكتوب فيها اللهم بارك هذا البيت. هي بصراحه شكلها حلو، هي صغننه كده بس شكلها حلو قوي. وبس بقى وخلصت الريسبشن كده وخليته زي الفل، وقلت بقى بدل معطر وكده نعمل النهارده بخور كنوع من التغيير يعني. البخور ده اسمه بينا جواتي، بس ريحته حلوه قوي، بحبه جدا بصراحه وريحته جميله تمام بقى. بقت الدنيا كده زي الفل وزي القشطه. خلاص قلت بقى اخش بقى ايه اعمل حاجه حلوه، حاجه كده مسكره نختم بيها اليوم. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل كيكه الرواني، طعمها حلو جدا، وهي كيكه لا منها بسبوسه ولا منها كيكه، تحسي ان هي بين البنين. تعالوا بقى اشوف اوريكم انا بعملها ازاي. انا جبت كده كوبايه من السكر، عليها كوبايه ونص من الميه، وحطيت عليهم عصره ليمونه، وهسيبهم يغلوا كده بس ايه 5 دقايق، لان الشربات بتاعها بيبقى خفيف. جبت بقى كوبايه دقيق، عليها كوبايه دقيق سميد اللي هو بتاع الهريسه، حطيتهم على بعض، وحطيت عليهم كيس من الكيك شيف حطيته، وحطيت كمان ذرة ملح، وحطيت كوباية من جوز الهند، يبقى كوباية دقيق أبيض وكوباية دقيق سميد وكوباية جوز هند ورشة من الملح وكيس من كيك شيف. دي المواد الجافة. وعلى فكرة كيك شيف أحلى بكتير من بيكنج باودر، بيطلع الحاجة فاتحة كده وهشة وبتبقى حلوة جدا. خلاص دي المواد الجافة، لازم نقلبهم بقى كويس جدا كده مع بعض ونسيبهم على جنب لما نعمل المواد السايلة. وجبت كده الصينية برضو بطنتها كده بدقيق وزيت، زيت وبعدين حطيت عليها دقيق عشان ايه الكيكه متلزقش فيها. هاجي بقى للمواد السايله، هحط هنا، انا حطيت هنا نص كوبايه سكر عشان انا عامله شربات، لكن لو انت عايزاها السكر زياده شويه حطي كوبايه كامله. حطيت عليهم 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، يعني يكونوا لو في التلاجة طلعيهم شوية قبل ما تعملي الوصفة. حطيت عليهم ظرف من الفانيليا، وحطيت كمان نص كوباية من الزيت على السمنة، وحطيت كوباية الا ربع من اللبن، بس هنزود لبن تاني لان كانت طلعت جامدة كده شوية، هنشوف مع بعض دلوقتي. هو طبعا على حسب الدقيق ما بيختلف من دقيق لدقيق تاني. فانا جربت الاول حطيت كده كوبايه الا ربع لبن علشان الخليط ما يطلعش سايب قوي معايا.
بس تفضلي بقى ايه تحطي المكونات السايله على المكونات الجافه وتقلبي فيها. هي المفروض ما تبقاش عجينه جامده، يعني لما تيجي تشيليها كده بالويسك ده ما تطلعش، بصي بتقطع، لما تيجي تشيليها كده بتقطع العجينه معاكي. لا هي المفروض تبقى عجينه سايبه، ولا هي سايبه قوي لا هي تقيله شويه، يعني فاهمين هو القوام اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي ده، ان انت تلفيه بقى بالمعلقه او بالمضرب او زي ما كان، تلاقيها نزلت تقيله شويه من المضرب، لكن مش نزل ما تنزلش مقطعه. فاهمين قصدي ايه؟ حطيتها بقى كده في الصينيه وادخلها الفرن على درجه حراره 180. هي بقى بتستوي زي الكيكه العاديه خالص، بس هي بصراحه طعمها حلو قوي يعني. مش زي العجينه العاديه، تحسي ان هي فعلا ما بين كده ايه الكيكه والهريسه. فطعمها حلو قوي وجميله بصراحه، وبتبقى كمان بجوزة الهند، فاللي بيحب جوزة الهند هيحبها جدا. قلت بقى بفقرة المواعين الجميلة اللي انا اكتشفت ان في ناس بتحبها، وانا والله بسرعها لان انا مش بحب ايه ان انا اطول عليكم الفيديو، فانا بسرع كده في الفيديو عشان ايه ما تحسوش بملل، بس والله مش اكتر. بس اهو يعني هديت السرعة شوية علشان اللي بيحب بقى الفقرة دي وبتشجعه. تمام كده، لو وصلتي بقى معايا لغاية دلوقتي ما تنسينيش كده بلايك حلو زيك، ولو لسه بقى ما تدوستيش كده على علامة الاشتراك، يلا بقى دوسي كده على علامة الاشتراك واشتركي كده معايا عشان تزوديني كده ونكبر ان شاء الله مع بعض. كان في بنوتة جميلة جميلة قالت لي اولا ما تسرعيش الفيديو، يعني كانت قايله لي في تعليق بلاش تسرعي فقرة المواعين، فعناية ليكي طبعا، اديني هو ما سرعتهاش عشان خاطرك. وكمان كانت قايله لي على حاجة حلوة قوي انا جربتها وفعلا طلعت صح. هي بتقولي الفيبا لما تيجي تحطيها في الطبق اللي هو بتاع الصابون اللي انت هتستخدميه، حطي عليها ميه سخنه، فالميه السخنه دي هتخلي الرغوه بتاعتها تزيد وهتحبيها اكتر يعني. فعلا والله الميه السخنه مع الفيبا، انا معرفش بقى مع اي صابون تاني ولا لا، بس عشان انا دايما بستخدم صابون فيبا، فانا حطيت بقى ميه سخنه وحطيت كمان شويه خل وايه وغسلت. هي فعلا الميه السخنه بتزود رغوه الصابون، بتخليها اللي بيحب بقى الرغاوي بقى كتير وانتي بتغسلي المواعين، خلاص حطي بقى ميه سخنه مع الصابون وايه، احنا كلنا بنستفيد من بعض. وانا بحب قوي اي حد يكتب لي نصيحه، او اي حد مثلا شايف حاجه غلط انا بعملها، او في حاجات انا معرفهاش لما تكتبوها لي في التعليقات، انا بحب قوي قوي الموضوع ده بصراحه. ربنا يجزيكم كده كل الخير والسعاده يا رب، اللهم امين. ابتديت بقى كده اغسل بقى المواعين اللي انا عملتها حواليا. انا فجأة كده بلاقي المطبخ اتكركب حواليا مواعين، يعني مش عارفة بتيجي منين، رغم ان انا والله ما بحبش ان انا اعمل الحاجة بكذا مواعين واطلع كام معلقة والكلام ده. لا يعني ممكن المعلقة كده ايه اوفرها ان انا اعمل بيها كذا حاجة، يعني اشطفها واقلب بيها حاجة تانية. الاطباق بحاول اقتصد فيها عشان ما يبقاش فيه مواعين كتير، بس برضو في الاخر بلاقي الدنيا اتكركبت حواليا، وبلاقي برضو ايه بقى فيه مواعين كتير، مش عارفة ليه كده في ايه. المهم نغسل مواعين كده اول باول واحنا بنذكر ربنا كده وبنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين بقى ايه خلاص خلينا كده الدنيا حوالينا زي الفل. وكانت الكيكة خلاص خلصت، هي قعدت في الفرن ما تفتحيش عليها قبل نص ساعة، عدت النص ساعة 30 دقيقة بالظبط. قومي جاية فاتحة عليها، ولو عندك بقى مروحة شغليها، لو ما عندكيش مروحة ولقيتيها بعد النص ساعة ان هي خلاص استوت لكن لسه ملهاش وش، فشغلي عليها الشواية حاجة بسيطة جدا لغاية ما تاخد لون كده حلو، وخرجيها حطي عليها الشربات، هي بتبقى سخنة والشربات بيبقى بارد. وانا حبيت احط على الوش كمان جوز هند لان انا بحب جوزة الهند جدا. هنا بقى في حاجة هنا كانت لسه سخنة شوية، احنا المفروض نقطعها وهي باردة خالص خالص، يعني تبرد خالص عشان كمان تشرب كده من الشربات ما تحسهاش ان هي عدبة، فلازم تسيبيها تبرد. لكن انا هنا بصراحة كنت مستعجلة عليها، كنت عايزة اكل بقى حاجة مسكرة فاستعجلت عليها فكانت مفرفطة شوية. لكن كل ما تسيبيها تبرد كل ما هتبقى معاكي جامدة اكتر واكتر. الكيكة دي حلوة جدا، لو ما عملتهاش من زمان اعمليها هتعجبك قوي. بس انا بصراحة انا شخصيا ده تفكيري انا ان هي كيكة شتوية اكتر من هي ايه صيفية يعني. بس انا بصراحة كان نفسي فيها قوي وعملتها. هي اكيد طبعا ما فيش اكلة شتوية واكلة صيفية، يعني بناكل كله في اي وقت. فعملتها بقى وكانت بصراحة لذيذة جدا، ان شاء الله تعمليها وتجربيها وتبقى حلوة كده معاكي وتاكليها كده
وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، اللهم امين. دي بقى تبقى بعد اكلة سمك كده ولا حاجة، تاكلي بقى حاجة مسكرة بعد اكلة السمك، تبقى كيكة، تبقى حلوة جدا. او مثلا بقى تفطري بيها الصبح كده مع كوباية نسكافيه او قهوة، او تعملي اي مشروب حلو كده بتحبيه، يا سلام. او بالليل بقى تعمليه كده جنب كوباية شاي بلبن. بص انا عملت هنا كوباية شاي بلبن وقعدت بقى اتعشيت بيها. وطبعا اولادي كانوا جنبي، اول حد غرفت له كانوا هم. غرفت لهم كده كل واحد كده الحته بتاعته وخلاص. وهقعد بقى انا كمان اتعشى واشرب الشاي باللبن بتاعي. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، بتمنى يكون عجبك واستفدتي منه ولو معلومه بسيطه. متنسينيش بلايك حلو زيك. اشوفكم فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في رعايه الرحمن. مع السلامه.